إيران. لو أنت متابع جيد للوضع الراهن هناك هتعرف إن إيران دولة متحكمة ومسيطرة على أغلب تفاصيل الشعب وحياته اليومية، فبيكون صعب جدا إن الإنسان يتعايش مع الوضع المفروض عليه. لكن عندها شيء مميز، شيء وصلها للعالمية: السينما. اتوصفت السينما الإيرانية بالسينما الإنسان، وبرغم الرقابة والسلطة المحكمة اتمكنت الأفلام الإيرانية من وصول العالمية. السينما بتقول حاجات من غير ما تقولها، وبتعرض الحياة من غير ما تعرضها. مش ممكن أبدا للمشاهد يكون متأكد إن اللي بيشوفه ده مقصود ومتعمد من المخرج، أو إنه نتاج للرقابة. هل ده فعلا مكتوب في السيناريو لأنه خايف أو لأنه عايز يقول كده فعلا؟ المهارة الأساسية اللي اكتسبوها صناع السينما في إيران هو إنه يقدر يخفي اللي عايز يقوله في وسط الفن اللي بيقدمه بطريقة جمالية وحس شاعري. وانا هتكلم في الفيديو ده عن 7 افلام من الافضل في السينما الايرانيه، ويكونوا مدخل لاي حد بيفكر يغوص في العالم ده. الافلام غير مرتبه اطلاقا، ولكن في قواعد لازم نحترمها ونمشي عليها. وبما ان الافلام مش بالترتيب فانا لازم ابدا بعباس كيارستامي. حكاية حقيقية بطلها حسين سبزيان، عامل مطبعة شاب ومطلق وعاطل عن العمل. وفي يوم من الأيام راكب أتوبيس وفي إيده كتاب سائق الدراجة لمحسن مخملبوف، وراكبة جنبه ست عجوز بتسأله منين جاب الكتاب ده. قال لها تقدري تاخديه، أنا مش محتاجه لأن أنا اللي كتبته. فاندهشت وقالت له انت محسن مخملبوف. ومن هنا بتبدأ رحلة حسين سبزيان المزيفة في انتحال شخصية مخرجه المفضل، وادعى انه هو محسن مخملبوف قدام عيلة بتحب اعمال المخرج لكن ما تعرفش شكله الحقيقي. كل الشخصيات في الفيلم حقيقية. لما قرأ كيارستامي عن حكاية سبزيان سنة 1989 في مقال للصحفي حسن اللي بيظهر بشخصيته الحقيقية زي باقي شخصيات الفيلم، قرر مطاردة حكاية سبزيان وقابل الراجل في السجن زي ما قابل العيلة اللي اتهمته بالاحتيال ودخلته السجن. كمان قابل القاضي اللي حكم على سبزيان، ورتب كل حاجة لإعادة صناعة فيلم عن الواقع وإعادة تخطيط الحكاية وتمثيل كل اللي فاته وصولا للمحاكمة اللي صورها بنفسه زي ما شفنا في الفيلم لحد ما ادى للحكاية نهاية خاصة. ممكن نشوف الفيلم كعمل عن قصة احتيال، وهو المنظور العام اللي كيارستامي عايزه لمشاهده انه يشوفه اول حاجة في الحكاية، عشان لما يقرب اكتر من بطل الحكاية تبان بصورة مختلفة تماما. ومش ببالغ لو قلت ان كيارستامي قلب الحكاية بالكامل من قصة احتيال لقصة شغف، مستخدم تكنيكه دايما واللي خلاه عنوان الفيلم كلوز اب، نظرة مقربة. كيارستامي لا يحكي قصة ولا يحكي قصة عن حكاية قصة، هو بيحكي قصة عن صناعة فيلم بيحكي قصة، وبكده يكون في مستويات لسرد متداخلة. كيارستامي كراوي وسبزيان كراوي وكيارستامي كراوي ومشاهد مع بعض. كيارستامي موجود في الحدث ومش موجود برضه معاه. احنا مش بنشوف الحقيقة ولا بنشوف فيلم، بل بنشوف فيلم عن الحقيقة. كيارستامي في إخراجه تمرد على تقاليد سرد قصة بحيث إنه طمس الخطوط الفاصلة بين الواقع والخيال. وأنت بتتفرج مش هتاخد بالك إذا كان المشهد ده من الوثائقي ولا اللي معاد تمثيله. كلوز اب عن رجل بيبحث عن ذاته وعن مكانه في المنظومة اللي حواليه، والمحرك الأساسي ليه هو شغفه. شخصيته مش بس بتبحث عن ذاتها، بل هي بتبحث عن ذاتها من خلال السينما. كيارستامي بيلاقي في سبزيان الشخصية الأقرب له كإنسان عشان يقدم رحلة البحث عن الذات. حسين اتكلم نيابة عننا كلنا. حسين بيجاوب على السؤال الأصعب عن حبنا للسينما، وإجاباتنا بتكون حماسية مختلطة بالخوف من عدم التصديق وقلة التفاهم، وبنلاقي نفسنا بنبرر حبنا للسينما. الواقع ما كانش مكان ملائم لحسين إنه يكون فيه شخص مهم بيتكلم فيه عن حاجة هو بيحبها، فقرر إنه يتقمص عن اقتناع وحب وجدارة شخصية مخرجه المفضل محسن مخملبوف، ويشارك شغفه وينسى الذنب مقابل الحلم، ويتماهى في الحب الطفولي في مواجهة الواقع. چه دلیل دیگه؟ الفيلم الحائز على جائزة الأوسكار قصة انفصال نادر عن سمين. الحكاية بتبدأ من مشهد في قاعة المحكمة، مشهد بيجمع الزوج نادر والزوجة سمين اللي بتطلب الطلاق من زوجها لرغبتها بالهجرة لأوروبا في ظل تمسك زوجها بالبقاء في البلد لرعاية والده العجوز المصاب بمرض الزهايمر. وقدامهم قاضي بيوزع نظراته على أصحاب القضية. القاضي هنا هو عين الرقيب اللامرئي، عين السلطة اللي بتحكم وتحاكم بمعاييرها الخاصة بين الحق والباطل. القاضي هنا بيمثل وجه السلطة الإيرانية المستبدة اللي بتنكر واقع الوضع المعيشي الصعب في إيران. وده وضح قوي لما القاضي سألها عن سبب رغبتها بالهجرة ومنعها انها تعبر عن رأيها ورفع الجلسة. المشهد ده للوهلة الأولى يبان سهل الحكم فيه، وهو انصاف نادر على سمين، وده اللي منتشر للأسف لما حد يرشح الفيلم لحد تاني. لكن صدقني الموضوع مش زي ما هو واضح خالص. المشهد ده بيكون تمهيد للانقلاب اللي هيحصل في أسرة نادر. بيضطر نادر انه يجيب خادمة اسمها راضية لرعاية والده المريض، وده بيودينا للمعضلة الأخلاقية كعادة أفلام أصغر فرهادي، ولكن مش هنتطرق ليها تجنبا للحرق. كل شخصيات الفيلم بتمثل رمزية معينة. نادر هو رمز للرجل الشرقي الحديث، توجهه للأمام ومش للماضي، بمعنى انه واقعي
بيستغل كل فرصة عشان يمارس حريته بدون الاصطدام مع المجتمع ونظامه. سيمين هي رمز الحلم والمعارضة، حلمة للانفصال عن نادر، عن ثقافة المجتمع، مضحية بذكريات الطفولة والوطن وحتى بحبها لنادر، عايزة تسيب البلد بأماله وأحلامه وآلامه. الابنة هي رمز المستقبل، قلق ومغلوب على أمره. أما الجد الكبير المصاب بألزهايمر فهو رمز الماضي على وشك الرحيل، لوطن لا يصلح لحاضر مؤلم، وطن لا يعرف أبنائه. مفيش أشرار في الفيلم ولا مدانين أخلاقيا في وقت كتر فيه الضحايا. احتمال تميل لطرف على حساب التاني، لكن صدقني حكمك مهما كان عادل فهو مش عادل. فرهادي ما بيلجأش في فيلمه إلى الموسيقى التصويرية عشان ما تتسببش من غير قصد بتوجيه عاطفي لطرف على حساب التاني، في حين إن النص وأداء الممثلين الصادق جدا قدر يوصل كل حاجة بسهولة. مع الفيلم ده السينما الإيرانية كانت على وشك الفوز بأول أوسكار في تاريخها، لولا أن قطع الطريق عليها الفيلم الإيراني لايف إز بيوتيفول باختياره كأفضل فيلم أجنبي في أوسكار 1998. بيحكي الفيلم قصة بسيطة بأسلوب بسيط وواقعي، بطلها الطفل علي وأخته الصغيرة زهرة اللي بيواجهوا مشكلة ولازم يحلوها من غير ما أبوهم يعرف. في بداية الفيلم بنشوف علي بيصلح جزمة أخته، وفي طريق عودته للبيت بيقف يجيب خضار لأمه، لكنه ما يعرفش إن وقفته السريعة دي هتكلفه كتير قوي، وهي فقدان وضياع جزمة أخته. مشكلة تافهة صح؟ وحلها بسيط قوي، لكن صدقني مش بسيط لما تعرف إن عيلة علي بيجيبوا أكلهم اليومي بالعافية، وهي عيلة معدمة وفقيرة جدا. دلوقتي علي وزهرة قدام مصيبة كبيرة بالنسبة لهم، والاتنين بيروحوا المدرسة، فازاي زهرة هتروح مدرستها من غير الجزمة بتاعتها؟ ما كانش قدام علي حل غير انه يدي جزمته لزهرة ويستناها ترجع من المدرسة وهي بتجري في الشوارع بكل سرعتها عشان تلحق تدي لعلي جزمته، ويلحق يروح مدرسته وبيجري برضه في الشوارع، ودايما بيوصل مدرسته متأخر. توظيف الرمزية كان مثالي. مشاركة الحذاء بحد ذاتها كانت مثال على التضحية وإسقاط على نكران الذات والاستغناء عن الأنانية والفردانية، واللي بدورها صفة فطرية ورابطة وجدانية بين أي أخين. باختصار مشاركة الحذاء لخصت كل موضوعات الفيلم الرئيسية، من القوة الفطرية والحب وعمق التضحيات اللي بيتبني عليها العلاقات الأخوية والعائلية. المخرج مجيد مجيدي بيستغل الحذاء في فيلم أطفال الجنة عشان يصور البؤس اللي موجود تحته كتير من الأسر الإيرانية، فكان الحذاء بمثابة الدافع والمحفز لكل تصرف بيقوم به الطفلين علي وزهرة. أطفال الجنة رحلة سينمائية أصيلة من الطهر والبراءة مع البؤس ومع أحلام الأطفال الصغيرين وحيالهم الصغيرة اللي بيرسموها للتغلب على صعوبات الواقع وقهر الظروف. جعفر بناهي السلطات هناك دايما حطاه في دماغها، هو مش بيبطل إثارة للجدل. جعفر ممنوع من التصوير والإخراج لمدة 20 سنة، فراح طلع رخصة كسواق تاكسي، رخصة بجد، وبدأ يسوق عربية فيها كاميرات والناس يركبوا معاه ويتكلموا في أي حاجة. في المشهد ده مثلا المحامية المعارضة للسلطات الإيرانية نسرين ستودا، وهي ناشطة حقوقية بارزة، عرضت كتير من تشريعات السلطة هناك واتقبض عليها في 2018. المهم رحلة تاكسي طهران استمرت 80 دقيقة وكلها داخل التاكسي بالكامل، بيقابل فيها جعفر إيرانيين عاديين كل واحد منهم عنده رسالة إنسانية محددة عشان يحكيها، بين عقوبة الإعدام لصناعة الأفلام وصولا للرقابة الإيرانية الصارمة. تجربة المشاهدة ملهمة جدا، وانت بتشوف جعفر بناهي وهو بيرد القسوة بابتسامة وروح الدعابة. أصغر فرهادي دايما من خلال أفلامه بيظهر لنا حقيقة كنا بشر بنحمل الخير والشر، بنحمل الخطأ والصواب، مش بنتصرف صح في المطلق ولا بنرتكب الأخطاء في المطلق، مجرد بشر بتختلف تصرفاتنا وردود أفعالنا حسب قدرتنا على تحمل الضغط، وده بنشوفه في فيلمنا برضه. فيلم أباوت إيلي عن رحلة بيقوم بيها مجموعة من الأصدقاء في جو أخوي ومرح من البداية، وبيكون معاهم بنت غريبة عنهم وهي إيلي مدرسة حد من الأطفال الصغيرين، والغرض من الرحلة التقريب ما بين إيلي وصديقهم أحمد المنفصل حديثا وبيدور على زوجة. كل ده طبيعي وحلو وجميل جدا لحد ما نوصل للنقطة اللي دايما بتتحول عندها أفلام فرهادي بالكامل، وهنا كانت لحظة اختفاء إيلي. في سؤال كبير بيواجهني الحقيقة، احنا ليه مش بنشترك في القناة؟ مع انه شيء سهل جدا، ممكن تشترك وممكن تفعل الجرس وتدوس لايك كمان، ده بيساعدني ان انا اكمل. عند النقطة دي بندرك ان كم المعلومات اللي بيعرفها شخصيات العمل عن إيلي هي نفس الكم اللي بنعرفه احنا كمشاهدين عنها. اصغر فرهادي خلى المشاهد وشخصيات العمل سواسية في رحلة البحث عن إيلي وكشف غموضها، واستخدم عبقريته في الإخراج لوضع المشاهد في نفس حالة الإرهاق والقلق والتوتر الرهيب والشعور بالمسؤولية تجاه البنت. فيا ترى إيلي راحت فين وإيه مصيرها؟
رغم ان حياتنا عبارة عن كم هائل من الاسرار الا اننا بنحب نتقمص دور القاضي في الحكم على الشخص الغريب واصدار الاحكام رغم جهلنا التام عن الحقائق. وده كان هجوم واضح وصريح من فرهادي، مش ضد المجتمع الايراني بس، ولكن ضد النفس البشرية في اي مجتمع. الخوف بيحكم تصرفاتنا، ولما بتكون كل الامور على ما يرام فالجميع اخوة وحبايب، ولكن لما تظهر مشكلة بيتحول الاخوة والحبايب لناس غريبة عن بعض، بيصبح الجميع غرباء وفي مرمى التهم. بالرغم من وضوح الحقيقة وسر اختفاء إلي من اللحظة الأولى، وده الاستنتاج الأسهل، ولكن كالعادة وإننا بشر طبيعتنا الشك في كل الحقائق وندور على أسباب تانية لحل اللغز. إحنا كبشر مدفوعين دايما لإعطاء معنى للمجهول. حشمت شخص عادي راجع من شغله اليومي وبيروح يجيب زوجته من شغلها برضه، والمرة يعدوا يجيبوا بنتهم من المدرسة، وبيروحوا يشتروا مستلزمات البيت من ماركت في الطريق، وكمان بيساعد أمه اللي بيروح لها كل فترة. شخص مسؤول وبيحب يقوم بالأعمال المنزلية بنفسه عادي، وبعدها بيطلعوا ياكلوا في مطعم عشان اليوم يتختم بشكل جميل، عايش حياة سعيدة مع بنته وزوجته. لكن حشمت مش مبسوط. هو بيدعي إنه مبسوط، ابتسامة وراها حزن كبير مخفي. لكن ليه الحزن ده؟ ليه حشمت ما بيستمتعش بحياته الجميلة اللي بيتمناها أي حد مكانه؟ ببساطة لأن وظيفة حشمت هي السبب. حشمت كل يوم بيقتل حد. بالافتتاحية دي محمد رسلوف بيورينا وجهة نظره عن عقوبة الإعدام من خلال 4 قصص، ودي كانت أول قصة منهم، عن ناس مختلفة تأثرت حياتهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتنفيذ عقوبة الإعدام. رسلوف كتب الفيلم ده وهو في السجن، ولما خرج عمله وبعدين دخل السجن تاني. المهم رسلوف بيشرح الموضوع وبيوصفه بطريقة سلسة ومحكمة في كل قصة. بيوضح ان الموضوع صعب في كل القصص بسبب السياسات اللي بتحصل في ايران من قمع واجبار شخص انهى تعليمه فبيقتل، وملزم يقتل شخص تاني ما بيهددش حياته على عكس الحرب مثلا، بل ممكن يكون مظلوم. فالانسان لا يولد بداخله غريزة القتل، فلا وجود للشر. بما ان القاعدة لسه مستمرة معانا ولازم نحترمها، وطالما بدأنا بعباس كيارستامي لازم نختم بعباس كيارستامي. بادي هو شخص مقبل على الانتحار من بداية الفيلم، بيدور على حد يردم عليه التراب بعد ما يموت نفسه في الحفرة اللي هو عملها، ومش عايز يسمع حد يديه نصايح ترجعه عن اللي في دماغه. بالتأكيد في سبب قوي ومخلي بادي يوصل للحالة دي. بيقابل في رحلته دي 3 أشخاص. الأول كان جبان بيهرب لمجرد إنه مش عايز يشترك في فعل زي ده، والتاني كان شخص متدين قدم النصيحة لبادي للعزول عن أفكاره وبعد عن الموضوع من الأساس. التالت بقى كان شخص عجوز حكى لبادي نكتة، ودي كانت المغزى الرئيسي لعباس كيارستامي. قال له كان في واحد راح للدكتور بيقول له يا دكتور كل ما ألمس جسمي بصبعي أشعر بالألم، ألمس راسي أتألم، ألمس رجلي أتألم، بطني إيدي أتألم برضه. فالدكتور اتعجب وفحصه، وبعد الفحص قال له جسمك سليم لكن صبعك هو بس اللي مكسور. ممكن تكون فاكر انك مريض ومفيش حاجة مظبوطة، لكن ممكن يكون مفيش اي غلط غير وجهة نظرك انت. العجوز قال له انه ساب البيت مرة وخرج عشان يقتل نفسه، وراح لشجرة توت ورمى الحبل من على الشجرة، لكن الحبل ما مسكش. حاول اكتر من مرة وبرضه ما مسكش، فقرر انه يطلع الشجرة ويربط الحبل من فوق، وهو بيربط جت ايده على حاجة ناعمة، حبة توت. كل واحدة وكانت لذيذة وحلوة قوي، كل التانية والتالتة، ولاحظ الشمس وهي بتشرق من على قمة الجبل ونورت المكان والخضرة. وفجأة سمع صوت الأطفال وهم رايحين المدرسة، وبصوا عليه وهو فوق وطلبوا منه إنه يهز الشجرة، ووقع التوت وكله وهو حس بالسعادة. وخد شوية توت ورجع البيت، وزوجته كانت لسه نايمة، ولما صحيت أكلت التوت وانبسطت. صدقني أنت ممكن تكون بتدور على السعادة في المكان الغلط وهي دايما حواليك. دور على السعادة في الحاجات اللي انت بتتجاهلها، ممكن تكون في أبسط حاجة، ممكن تكون في حبة توت. أحمد خالد توفيق مرة قال قررت أن أقتل نفسي وذهبت لعم عواد واشتريت قطعة برجر وشربت شاي بالنعناع وقلت سأصبح على خير وسأنسى كل ذلك، وبالفعل هذا حدث. الشخص العجوز هو الوحيد اللي بذل مجهود تعاطف كبير مع البطل، واداله انطباع ان هو فاهمه وحاسس بيه من خلال انه روى تجربته الحزينة، وفي نفس الوقت بدأ يديله درس فلسفي عظيم عن اهمية انه يحاول يدور على ثمرة الكرز الخاصة بيه. هي كناية عن البحث عن هدفه اللي يخليه يقاوم ويعيش حتى ولو مشاكله ما تتحلش. هدف زي انه يركز مع تفاصيل الحياة اليومية ويبدأ يستمتع بيها ويقدر حيويتها وجمالها اللي بتلبي بعض غرايزه الطبيعية علشان يقدر ينجو في حياته دي. ده الشخص الوحيد اللي خلاه متردد في قراره، لأن بحث البطل طول الفيلم ما كانش عن شخص يدفنه ويشهد موته، ده المبرر اللي عقله اداهوله عشان ينتحر، لكن بحثه فعلا كان عن شخص حقيقي يحس بمعاناته ويفهمه.
واخيرا احب انهي بكلام المخرج عباس كيارستامي في لقائه الصحفي عن ان الانتحار رغم سوداويته الا انه ممكن الفكرة نفسها تفتح الباب لافكار وطرق روحانية لصاحبه تخليه يبص للدنيا ويقدر ابسط نعمها ويستمتع بيها بطريقة افضل من اي شخص تاني. السياسة على قد ما هي كانت شيء صعب في وجه السينما الإيرانية، ولكنها ساعدتها في تمهيد طريق المجد للخارج بعد ما وقفت في طريقها في الداخل، فهي وسعت الطريق أمام جمال أصيل عشان يعرض نفسه قدام العالم. وزي ما بيقولوا من رحم المعاناة بيولد الإبداع. وبما إن غالبا هيبقى فيه من الفيديو ده جزء تاني، أقدر أقولك إنه لن يخلو برضه من عباس كيارستامي. سلام.